متاهة غامضة غريبة ذات سمعة عالمية، صنفت من أشنع ما صنعه العقل البشري في أصول التدمير النفسي. دارت حولها الأقاويل، حيث أثارت حيرة العلماء وأرعبت الغرباء. بين الاندهاش من تصميمها والخوف من محتواها، كثرت المقولات وتضاربت الروايات. وصفت بأنها فسحة معزولة عن العالم الخارجي، فالداخل بها مفقود والخارج منها مولود. فما هو يا ترى سجن قارة المغربي؟ مكان بلا أبواب ولا أقفال ولا حراس، ما أن تدخل إليه حتى تغريك فسحته لتغوص فيها عميقا وتسير بداخلها بعيدا. لكن انتبه، ما أن تتجاوز الخطوط الحمراء حتى تنقض عليك كوابيس الفزع والرعب، فيضيعك وتبقى فيه حتى تفارق الحياة. فما أسرار هذا السجن؟ وما يميزه عن غيره؟ ولماذا بني على شكل متاهة؟ وما سبب عجز الباحثين عن معرفة حجمه الحقيقي؟ هل كان السجن موطنا لسكان بشر، أم أنه مجرد مساحة خالية من بني الإنسان؟ والسؤال الأهم، لماذا أغلق ملفه ولم يحكى عنه بعد؟ تساؤلات كثيرة ومعلومات خطيرة تجيب عنها حلقة اليوم من قناة سراديب الرعب. استعدوا لرحلة عبر التاريخ لنبش بعض الأسرار المكتنزة في عالمنا الفسيح. إذا أمعنت النظر في المرويات التاريخية وغيرها حول اللحظات الأولى لبناء هذا السرداب المروع، سترى أن هناك قطعاً من الأحجية المفقودة يجب إيجادها. أولها، كيف نشأ هذا السجن؟ الإجابة عند المولى إسماعيل، حاكم بلاد المغرب في القرن الثامن عشر، الذي عرف عنه الشدة والقوة في السياسة ضد أعدائه ومعارضيه. قام في إحدى حملاته العسكرية باسترغاليه أوروبية متعددة الحرف والمهن، وكان من بين السجناء خبير هندسي برتغالي بارع قيل أن اسمه قارون. طلب منه الحاكم إنذاراً ببناء سجن ضخم لا شبيه له ومختلفاً تماماً عن سجون العالم بأسره، فوافق المهندس على طلبه شريطة حصوله على حريته، وهذا ما حدث فعلاً. تمكن المولى إسماعيل من التخلص من جميع معارضيه بزجهم في سجن قارون، فحبس مئات الآلاف خلال 55 عاماً. رزحت مدينة مكناس المغربية تحت رعب هذا السجن، ولكن ثمة سر غريب يكمن وراء هذا السجن. شو هو يا كابوس الاستغلال النفسي؟ تعتبر من أخطر أنواع الإيذاء النفسي التي لا تخطر على بال أحد فكرة تصميم سجن قارون المبني على شكل متاهة معقدة مؤلفة من دهاليز متشعبة وممرات متداخلة تزيغ النظر وتشتت عقل الإنسان، مما يسبب الدوخة عند دخول أي غرفة منها حتى الوصول إلى أخرى من دون توقف، مما يشعرك بالدوار والضياع الكلي وكأنك في كابوس لا نهائي. ثم يسكنك الهلع والخوف وأنت على قيد الحياة، لتنتهي بك المطاف إلى الفناء وتصبح ضحية من ضحاياه. هل من المعقول أنه لا يوجد للمتاهة منفذاً؟ عند المولى إسماعيل الذي قيل أنه كان يوهم الأسرة بالحرية بأن يأمر جنوده إخبار من يلقى في السجن أن هناك باباً سرياً إذا تمكن من إيجاده سيتحرر ولن يطارده أحد. التاريخ له رأي آخر، فلم يثبت مصداقية هذا الخبر، وسنخبرك الدليل على ذلك بعد قليل. ما يهمنا الآن أن المسجون في ذاك الوقت كان أمام خيارين: الأول المكوث في مكانه، وبالطبع لن يستفيد شيئاً سوى انتظار نهاية حياته ببطء، والثاني البحث عن هذا الباب السري، فإن فعل وبحث سيصاب بالجنون وستبتعد على أي مسلك للوصول إلى العالم الخارجي، وبالتالي سيصبح حصول السجين على حريته حلماً صعب المنال لا يستطيع تحقيقه لا في اليقظة ولا في المنام. السؤال المهم هنا، كيف كان السجناء يحصلون على طعامهم في تلك البقعة الشبه فتحات الحياة المظلمة؟ إن طريقة حصول الأسرة على قوتهم المعيشي تعد أمراً غريباً. أتساءل، كيف كانت الأطعمة تصل إليهم عبر فتحات؟ بالطبع ليست فوهات بركان، وإنما فتحات موجودة في السقف. إيشو، التصميم الخرافي هذا الذي ما بيخطر على بال ملوك الجان. ليس هذا فحسب، إذ تمتلك هذه الفتحات شكلاً نادراً لا يشبه أي شكل نعرفه من قبل أو قد سمعنا به، فهي ضخمة وطويلة. وبرايم، كم طول الواحدة منها؟ تتفاوت ارتفاع كل فتحة من فتحات سقف السجن قارة بين 1.5 متر إلى 10 أمتار تقريباً. هذا الامتداد الموجود في كل فتحات الأسقف جعلت من الرواية استعمال مكان السجن كمخزن للأطعمة قديماً تحسباً للكوارث والحروب أمراً ممكناً بدلاً من اعتقال البشر. إلا أن المقولة ظلت ضعيفة بوجود عقلية شيطانية مثل الحاكم مولى إسماعيل وسياسته ضد كل من يقف في وجهه. لكن الأهم من كل هذا، هل يكمن اللغز في بنائه الذي يشبه المتة وبالفتحة الموجودة في السقف، أم ثمة أسرار أخرى ارتبطت به وتسببت بتحويل المكان من سجن عادي إلى سرداب لا نهائي
معنا لطالما كانت عادة التاريخ البشري وسمته الأساس فك الألغاز وكشف الأسرار، ولكن ماذا يعني أن تدخل مكاناً وتختفي فجأة؟ بالطبع هذا ليس بأفلام الخيال العلمي، وإنما في سجن قارة الحقيقي الذي لا تتوقف غرابته عند الشكل الهندسي فقط، بل ثمة ما هو أخطر من ذلك. يحذركم شو هو أنه الحجم. فقد احتار الكثيرون من الباحثين والدارسين حول تحديد مساحة السجن التي بقيت مجهولة حتى يومنا هذا بسبب امتدادها الشاسع وصعوبة تمييز جزء منها. فتفاءل أقوال الأولى إن مساحة السجن تمتد عشرات الكيلومترات تحت الأرض وتساوي قصور العائلات الإسماعيلية من فوقها. الثانية إنها تغطي مدينة مكناس كلها حيث موقع السجن. الثالثة والأغرب أنها أكبر من مساحة مكناس بكثير، ولعلها أكبر من بلاد المغرب كلها، ولكن أي رواية أقرب للصحة لا نعلم بالضبط، إذ بعد مرور أكثر من مئات الأعوام لم يتم ترجيح أو تأكيد أي واحدة منها، وظلت المساحة مجهولة حتى الآن. هل انتهت أسرار السجن؟ لا، فهناك شيء أكثر: الأرواح المسكونة. رعباً إذا تتبعنا حياة الناس منذ قديم الزمان وحتى هذا اليوم نراهم ينهمكون في الغوص، إما في المواعي أو الخرافات، ولعل هذا ما حصل فعلاً مع سجن قارة، حيث انتشرت شائعات على مر السنين على أهالي المغرب العربي من الماضي إلى الحاضر بأن السجن ليس من صناعة البشر بل هو من صناعة أخوتنا الجان. وقد جاء المولى إسماعيل بعد مئات السنين ليقوم بترميمه وجعله كان للتخلص من أعدائه. الأقاويل لم تقف هنا بل امتدت إلى ما تسمى بالمجتمعات الشمالية، إذ كانوا يرون أن الجن لم يتوقفوا عن الحكم في السجن كي يمنعون البشر من الحركة والتحرك في داخل السجن. وهذا المكان هو موطن الأسرار، وليس من المستحيل أن يكون سجن قارة لا يفقد قلبه يوما ما. دعوني أخبركم برواية غامضة حول بعض الحراس الذين تركوا مهامهم لسماع أصوات بشرية غريبة تأتي من السجن. هل هذا حقيقة أم مجرد خيال وهلوسة؟ والأغرب من ذلك أن العديد من السكان في المناطق المجاورة للسجن أكدوا سماعهم لأصوات غريبة أيضا. هل هذا صدفة أم أن الجميع يعانون من اضطرابات نفسية تجعلهم يتخيلون أمورا غير موجودة؟ كانت قضية استكشاف السجن وفك شفراته محور اهتمام العديد من فرق الاستطلاع العالمية. في ثمانينات القرن الماضي توجهت بعثة فرنسية مجهزة بكل العتاد لاستكشاف المكان، لكنهم لم يعودوا أبدا. تم إرسال مجموعة أخرى من الباحثين، لكنهم أيضا اختفوا بدون أي إشارات استغاثة. بعد ذلك قررت الحكومة المغربية إغلاق السجن تجنبا لحوادث اختفاء مماثلة، لكنها أبقت جزءا صغيرا مفتوحا كمقصد للسياح الفضوليين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لفريق بحث مجهز بالكامل أن يختفي فجأة؟ وهل هو مجرد حب للمغامرة؟ أم أن هناك أسرارا وثروات مخفية يسعون للعثور عليها؟ النص يستعرض أيضا تأثير التقدم التكنولوجي على البحث في هذا السجن الغامض، ويدعو إلى التعامل مع أساليب مختلفة للتصدي للجريمة بدلا من العقاب التقليدي. بعد سنوات من الغموض والتكهنات قررت حكومة المغرب إعادة فتح السجن المغلق جزئيا للسياح،